السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب مبادرة تعالى دمياط، عبده أسامة الزيات، برحب بحضراتكم جميعا. جوه الفيديو ده هنتفرج على غرفة النوم دي 22، يعني حضراتكم شفتوها قبل كده، مش أول مرة تشوفوها. جايبين النجارة الأصلية بتاعتها وبسعر تنافسي هنقوله داخل الفيديو ده، مش فيديو تاني. صلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في التعليقات، هتؤجر وتاخد ثواب وهتدعمنا. شكرا لحضرتك. ويلا نتفرج على الغرفة مع بعض. الغرفة باللون الأبيض التلاجة، ذكرت قبل كده في فيديو ما، الأبيض التلاجة ده يعني الأبيض زي لون التلاجات كده شكلا وملمس. لما أجي بحط إيدي عليه كده بلاقي بلمس التلاجة اللي متعود عليه بنفس درجة الأبيض بتاعها. الغرفة 4 ضرفات، 4 ضرف مش 2، وده بيدي أوبشنات كتيرة في التخزين. الضرفة الأولانية بتاعتها، الضرفتين الوساطة اللي معايا جينا نبص عليهم نلاقي قطعة زجاج متحركه ونقدر نحطها ونقدر نشيلها. في سيستم ليد، المفروض الغرفه بتنور يا جماعه، ليد الاضاءات قدامكم، بس انا عشان ما فيش حد في المكان والله ما عرفتش الوصولات. عارفين انتوا من قبل كده ان انا ما بحبش الكهرباء. دول 2 درج هيساعدوا حضرتك جدا في التخزين وهيخلوا لك دولابك تحفه جدا. معايا الضرفه دي بنات هتحبها قوي، ومعايا الضرفه دي برضو البنات هتحبها قوي. كده يا فندم حضرتك هتحطي استخداماتك براحتك جدا وتخزني في دولاب اوبشن تخزينه كبير قوي. الضرفه الرابعه هي الضرفه الاولانيه. معايا 2 رف مع علقه رجالي. احنا كرجاله الجاكيت بتاعنا بيكون اقصر، فسهل ان احنا نحط في ضرفتنا 2 رف. السرير بتاع الغرفه يا جماعه تحفه قوي، هتحبوه. هنا التنجيد بالقماش الاصلي، هنا فن الاخشاب بقى. هنا ضرفه جميله تقدر حضرتك تعمل كده، هتلاقيها نورت معاك، تحط كوبايه شاي او الموبايل او ما شابه. الغرفه الكومودينو بتاعها برضه في منتهى البساطه، مودرن جدا. بينا نبص عليه هنشوفه قد ايه تخانه الخشب بتاعته ممتازه. قطعه زان احمر، يعتمد على شريحه ستانلس اوطى من الدرج شويه. الغرفه لسه يا جماعه ما خلصتش. معايا بنكيت زي كده، بقدر افتح على الميكانيزم واخزن اللي انا عايزه كمان في الداخل. سراحه الغرفه تحفه قوي، مودرن كده. لقطه من ورا هتشوفوا الجناحات الستانلس اللي فيها والبرواز الستانلس ستيل الدوران التحفه. سامحونا يا جماعه والله حتى لو بنصور واحنا تعبانين عشان ما نبعدش عنكم، وعشان الموديلات دي بتمشي على طول ما بتقعدش 4 درج. حضرتك بتخزني اللي انت عايزاه. طبعا بتعلقي البرواز ده اعلى من كده شويه. عندك في البيت شماعه الغرفه تجنن، جميله ومميزه جدا. في برضه يا جماعه سيستم ليد في السراحه بزرار باور، وسامحوني ان انا ما اهتمتش ان انا انور. لما بدوس هنا باور هنا الليد كله بينور، بيخلي شكل الغرفه جميل والسراحه تحفه. سعر الغرفه دي انتوا سامعين كلكم في اي مكان بعد احترامي للجميع فوق ال 40,000 جنيه. بنباعها من مبادره تعالى دمياط فقط لا غير 35,500 جنيه. سعر نهائي 35,500. رزقك مش رزقي يا رب. الغرفه تكون عجبتكم. باكد على كل الناس التعامل معانا بطريقتين. الطريقه الاولانيه تشرفنا في دمياط وده هدف المبادره الرئيسي. الطريقه الثانيه بتتعامل معانا اونلاين على 0114 110 15. باكد لكل الناس ده رقمي الشخصي سواء في الواتساب او في الفون او التعاملات الماديه على فودافون كاش، وتعرف تفاوت الاسعار. وتقدر يا فندم لما تنزل دمياط حتى لو ما زرتناش في مبادره تعالى دمياط تكون اخد فكره عن الاسعار. اللي هيقول لك 48 يا فندم و47 يا فندم والكلام ده بيغلي عليك وبيعمل سبونسر على حسابك. ضرفه منفصله على مفصلات مع 4 رف للتخزين، بيديني مساحه جميله مع 2 ضرفه جرار. شكل الغرفة من بره يا جماعة تحفة. اللون الكريمي مع الدق الإسلامي أو التقطيعات الإسلامي مع الإزاز والأبيض والبني والشامبين عاطي ماتشنج جميل. الغرفة دي من مميزاتها فيها 3 درج في الداخل، 1 2 3 أدراج في الداخل، حاجة في منتهى الشياكة. سراحة الغرفة يا باشا مصر
مكونة من ادي درج جميل ودرج جميل ودرج جميل ودرج جميل وضرفة وضرفة، نشوفهم مع بعض بالمنظر الدريسنج ده مع الاخشاب الجميلة. غرفتين احلى من بعض، سريرها تحفة 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 تحفة. المربعات دي الكنبة دي بتاعت الغرفة، الكنبة دي نقدر ان احنا نقعد عليها في اي مكان في الشقة، تبقى قاعدة رومانسية كده وجميلة لو ملهاش مكان في غرفة النوم قدام السرير. الجناح برضو منفصل، تملي بحب الغرف يبقى فيها الذوق مجمع ومنفصل مع 2 درج بيخلوا حضرتك تخزني براحتك مع التنجيد مع شرايح الاستانلس واللون الشامبين. رزق صاحب النصيب كده. احنا اتفرجنا على الفرق، لان ده شغل فئة اولى بحاول اوصله لك بسعر رخيص. عندنا قسم خاص للشغل العمولة، اي صورة سعادتك بتجيبها لي من اي مكان في الدنيا من خارج مصر العربية او من داخلها بنصنعه لك بالفئة السعرية المناسبة ليك كده. 33,000 مفيش فوقهم جنيه. منظر الدولاب ومنظر السرير بتاعها حاجة في منتهى الشياكة ومنتهى الرقي. المودرن يا جماعه هنلاقيه ساده اكتر، سواء عليه ازاز او ما عليهوش. تملي مش هنشوف فيه الوان القشره زي هنا، تملي هنلاقيه اخد اللون الساده سواء ابيض او غير ابيض، وده بيكون مفيش فيه حفر في الاخشاب. المودرنات ما بنعملش فيها حفر في الاخشاب، ليها طلبها وذوقها ناجح. الغرفه اللي قدام حضراتكم دي 4 ضرفه، وده بيديني اوبشن في التخزين ان حضرتك تخزني حاجاتك براحتك بمنتهى السلاسه. ضرفتين الطرافه زي كده فتح وقفل برفين وبعلقات يعني طبعا. والنجاره انا بنقي الشغل اللي بصورها لكم، وكل حاجه حلوه في الفئه السعريه بتاعتها. تملي انا بقول لحضراتكم كده كل حاجه مناسبه جدا بسعرها. هتلاقي حضرتك في قلب دمياط غرفه نوم ب70,000 جنيه وغرفه نوم ب25,000 جنيه. كل حاجه في مدينه دمياط متاحه وموجوده. الدرج ده بيساعدك ان انت تخزني، ودول الضرفتين الجرار اللي معايا عاملينهم بنظام الدريسنج المميز. طبعا الجرارات يا جماعه زي ما احنا نقول حاجه في منتهى الشياكه. الدريسنج بيكمل معايا هنا، والدولاب ده حوت تخزين ما شاء الله الله اكبر. في اوبشن ان انت بتخزني فيه كتير جدا عن موديلات كتيره. السرير بتاعه بسيط قوي يا جماعه، والناس اللي عندها مساحه محكومه في ظهر السرير برشح لحضرتك الموديل ده. راقي وبسيط جدا، اخد هنا فكره التنجيد عاملينها باللون الكحلي المشبح مع اللون الرصاصي، عاطيني منظر جميل قوي. الرصاصي ده بيلمع زي الابيض اللي على وش الغرفه. يلا نبص على الكومو بتاع الغرفه، مش بس ذوق حلو والله يا جماعه، هو كمان في 2 درج للتخزين مش درج واحد، متبطنين طبعا من الداخل. وده بقى العادي في مدينه دمياط. الكومو الثاني نفس الكومو الاولاني كوبي باست. الغرفه دي ما معهاش شوفونير زي الغرف النيو كلاسيك. هنلاقي هنا البديل وهو البانكيت معايا في الغرف المودرن اكتر واشمل. وهنلاقي هنا في معارض نيو كلاسيك عاملين ميكانيزم ومنجدين كمان البانكيت، وده مش بيقابلنا كتير في دمياط. يبقى معايا البانكيت سحاره متنجد من الداخل. السراحه قدام حضراتكم تحفه جدا جدا زي ما انت شايف. اخده قصه السرير من فوق، واخده عشان من تحت رفين عاليين برف واطي. ده للذوق الجميل. لما حضرتك تتخيلي برفانات واكسسوارات هنا وهنا هتلاقي المنظر معاكي جميل قوي. واهتمينا كمان بالتخزين. هنلاقي السراحه دي ضرفتين كبار زي ما حضرتك شايفه معايا، و2 درج عشان تخزني فيهم راحتك يا ست العرايس. مبروك على صاحب النصيب مقدما. لما تسمع برضه في الغرفة دي مقارب من 40,000 تقول ده غالي. مبادرة تعالى دمياط ما بتبيعش الكلام ده، بنبيعها فقط لا غير ب33,000 جنيه. الغرفة دي يا جماعة فقط لا غير ب33,000 جنيه من داخل مبادرة تعالى دمياط. خشب زم احمر، قايمه نايمه بلاكاش سه مربع، دهانات الابيض التلاجة الجميل، الرصاصي اللميع، المرايات. الغرفه كامله مكمله 33,500. بنعرف الناس يا جماعه موبيليا، وبنعرفكم ازاي حضراتكم تعرفوا فرق السعر وتفاوت الاسعار، وازاي بتبقى عندك خلفيه من متابعتنا ان انت مره في مره تقدر تقيم منتج
المنتج الاساس، ومحدش يضحك عليك. حتى لو انت مش هتشتري مننا او مش هتجيلنا، حاجه ترجع لك. ازاي نيو كلاسيك مستوى اول بخصم كبير. صلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في التعليقات، تؤجر تاخد ثواب وتدعمنا وتشجعنا ان نكمل مع بعض الطريق اللي بديناه. نبدا بالنيو كلاسيك. اولا كده يا جماعه، الغرفه دي قسما بالله، انا بقول قسما بالله، اللي هيشتريها هيوفر الوفات وهياخد غرفه بطل تعيش العمر كله نجاره اصليه ونجاره حديد. اولا كده يا جماعه، النيو كلاسيك دايما هنلاقي فيه دق ناعم، حفر على الاخشاب اكتر من لون، وعالي وواطي في الاخشاب. وهنلاقي السرير دايما دق ناعم وفيه غالبا تنجيد، عشان ده الذوق النيو كلاسيك. هنلاقي هنا في الغرفه دي بالاسم القشره الافريقي عليها بوهيه شفاف، ماتشنج جميل. بودره الفضي هنا زائد تعتيق الاسود مع الحفر على الاخشاب بيديني الذوق اللي حضرتك شايفه. عاملين هنا البورنيطه يا جماعه باللون الفضي، ودي حاجه مختلفه. لو ركزنا في قاعده الدولاب هنلاقي واقفه على رجلين لوكانز من بتاعه زمان، وجنب منها كمان حفر على الاخشاب جنب الدولاب، ملزوق قشره زي وش الدولاب، حاجه تبارك الله عليها. الدولاب يا فندم ثلاث ضرف مش ضرفتين. الضرفه الاولانيه دريسنج مع حضرتك عاملينها لك في وسط الدولاب. لو بصينا هنا وشفنا من تخانه الضرفه نلاقي حاجه متميزه من داخل مدينه دمياط. الضرفه اليمين هنلاقيها رف وعليقه. الناس اللي بتقول ليه ما بنعملش هنا اتنين، دايما دي بتبقى حريم يا فندم. الفستان بتاع السيدات اخواتنا بيبقى طويل، فلازم نعمل لها رف واحد. لكن العليقه بتاعتنا احنا كرجال هنلاقي عاملين عليها اتنين رف فوق العليقه، عشان احنا جواكتنا اقصر من اخواتنا السيدات. وده كان دولاب الغرفه. سريرها حاجه كده زي الملوك، حاجه وهم اخده. اول مره اشوف الحاجه دي يا جماعه. السمبوكسات الخشبيه دي مفكراني بالخرزان بتاع زمان، اللي هي المنظر السبعات. السمبوكسات ده شبه الخرزان بتاع زمان. لو الكاميرا رجعت ورا شويه توري لكم المنظر ككل. هنا بيديني الروح عاليه قوي، مع الحفر بقى يا جماعه الجميل بتاعنا، مع التنجيد الجميل بتاعنا. برضو نفس الوان الغرفه، القشره والبوهيه الشفاف، اللون الفضي، حاجه تحفه التحفه ورزق صاحب النصيب. هنقول السعر على العام داخل الفيديو. الغرفه لسه ما خلصتش. الكومو بتاعها كده تحفه، يعني احنا كده باصين على حاجه ذوق راقي قوي وتحفه، وعاملين لها درج جميل قوي. لو بصينا على تخانه الزان دي تبين لي قباض النجار. يعني ايه قباض النجار؟ يعني رواحه. اللي بيعمل الشغل النظيف يا جماعه بيبان من الملمس، واللي بيعمل الحاجه الشعبيه ما بيعرفش يعمل الحاجه العاليه. جينا نبص على سراحه الغرفه ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنلاقي حته تحفه كده بالبرواز البانوراما، بالتجميع الفرنطونات الجانبيه زي ما حضرتك شايف. 2 فرنطون بيردوا على بعض، دق الحفر على الاخشاب تحت، وردينا بفوق ساده. حاشت ايديكم يا اولاد دمياط. عاملين 2 رجل دوران كبار، حاجه مختلفه. وهنا حاجه زي العليقه عاطيه منظر جميل. برضو هنطلب من الكاميرا ترجع ورا شويه تجيب لكم المنظر الاجمالي. لسه الراحه تحفه. مش بس كده، هتخزني براحتك. والله لا انت جاي كده، والله يا استاذ اسامه لا انت جاي. شوفوا يا جماعه تخانه الدرج يا جماعه، والله دي تتشق 2 الخشبه دي تتشق 2 وتطلع لي 4 جناب. بس طبعا الشغل الثقيل بيبان والشغل الخفيف بيبان. عاملين لكم هنا حاجه اللي البنات كلها بتحبها، الدرج المكعبات اللي بيساعدك في تخزين الاكسسوار بتاعك. وده القطعه اللي بنقول عليها شوفونير. قلت قبل كده الشوفونير في الغرف النيو كلاسيك تملي بيكون كومودينو ببرواز او شوفونير من بتاع زمان، غير المودرنات بيكون فيها البنكيت اكتر. الغرفه كده انتوا اتفرجتوا عليها. الغرفه دي يا جماعه والله بتتباع لغايه 45,000 جنيه في قلب الفاتوره. ببيعها لكم من مبادره تعالى دمياط فقط لا غير. وركز في السعر كويس، 37,500 جنيه. 37,500 جنيه، سواء بتشرفني في دمياط وبتحرك معاك بين الاكواد اللي عجبتك، سواء بتشتريها اونلاين من وانت قاعد في مكانك، ونكون عارفين ان دي يعني يا دوب فاضل عليها قطعه ولا حاجه. ودي كانت الغرفه النيو كلاسيك. الغرفه دي فيها اكتر من ميزه. الميزه الاولانيه ان هي 2 ضرفه فقط،
وده بيدي سعادتك اوبشن كبير في التخزين زي ما حضرتك شايف، والعروسه تخزن زي ما هي عايزه، تحس ان الضرفه واقفه على ميه ميزان الذهب. طبعا نجارات يا جماعه سيق في سيق، اواشيط الزان، قشره طبيعي، 2 رف، دريسنج، حاجه في منتهى الشياكه. وبعدين عاملين ماتشنج بقى الضمايطه وفن الضمايطه، القشره الافريقي البني مع اللون الكريمي مع المرايات والتقطيع المستطيلات ده بيديني الذوق اللي حضرتك شايفه. اللون الكريمي ده على الحفر الخشبي في الضرفه الثانيه حاجه في منتهى الشياكه. كمان الضرفه الثانيه دريسنج يا فندم زي ما حضرتك شايف عشان حضرتك تخزني براحتك. كمان الدولاب ده يا جماعه فيه اوبشن جميل ان فيه 2 درج على الارض تخزني فيهم يا ست كل حاجاتك بمنظر شيك، والناحيه الثانيه سايبينها فاضيه عشان تجمع بين الذوق المودرن واوبشن التخزين المناسب. السرير بتاع الغرفة حاجة جميلة جدا زي ما حضرتك شايف، اخد التقطيعات الخشبية يمين وشمال زي الدولاب بالظبط، زي فكرة الدولاب دي بالظبط مكررة معايا في السرير. وده القماش التنجيد بتاعنا حاجة في منتهى الشياكة، الله أكبر الله أعظم. ودي التخانات بتاعتنا يا جماعة من 5-6 سنتي على قشرة أفريقي، على قشرة افريقي. ده البنكيت يا جماعه بتاع الغرفه واقف على ميكانيزم كمان عشان حضرتك لما تقفلي تبقي مرتاحه. الكومو بتاع الغرفه في منتهى الشياكه، درج قدام سعادتك، خزنه سحريه قدام سعادتك. وسراحة الغرفة بقى يا جماعة من السراحات اللي هتحبوها قوي والمختلفة كليا كذوق وشكل وعملية. اولا كذوق اخدة فكرة الغرفة، والاتنين برواز بتاعها قافلين على بعض زي ما حضرتك شايف، والاتنين ضرفة يمين وشمال دول هيساعدوك يا ست العرايس في تخزين ادواتك. كمان معايا 3 درج بالمنظر ده عشان حضرتك تخزني شغلك كما تشائي وكما ترغبين يا ست العرايس. ودي كانت ب 40,000 و 41,000 نازله في خصومات مبادره تعالى دمياط فقط لا غير 33,500. صلي على النبي للمره الثانيه صلى الله عليه وسلم. ويلا نشوف ثالث غرفه معانا. اخده الوان الغرفه الاولانيه الترند 2023 بوهيه شفاف، مرايات كريمي، قشره طبيعي، تضليعات خشبيه بيديني المنظر الترند السنه دي اللي قدام حضراتكم. الغرفه دي غير اللي قبلها، دي مش 3 ضرف ولا حاجه، دي ضرفتين منتهى الشياكه، 2 درج دريسنج يا جماعه زي ما حضراتكم شايفين، حاجه في منتهى الشياكه والجمال. رزق الناس اللي بتشتري. النجار بتاع الغرفه عمل البف من نفس الغرفه اللي قدام حضرتك ده يا فندم، بف الغرفه وليس الكومو بتاعها. سراحه الغرفه زي ما حضراتكم شايفين حاجه في منتهى الشياكه، واقفه على كعوب ستانلس. الدرج المتقسم ده البنات بتحبه جدا، والبنات بترتاح في تخزين ادواتها فيه. وعندي كمان درج هنا، وعندي ضرفه هنا. غرفة يا جماعة جميلة جدا وسعرها تنافسي 33,500. يلا نبص على سريرها والبنكيت والاتنين كومو بتاعها نفس القماش بتاعنا الترند السنة دي مع شرايح الاستانلس، اللون الكريمي، تخانات الاخشاب، الكومو واقف على رجلين استانلس زي ما حضرتك شايف. البنكيت تحفه التحفه، نجارات شغل دمياط يا جماعه. بنصارحكم بثمن الشغل وبنعرف الناس موبيليا، واللي يزعل يزعل، واللي بيقول لنا ما تحط السعر على العام هنحط يا فندم السعر على العام، والزبون يشتري من كما يشاء. احنا من الشعب واحنا زي الشعب وحاسين بالناس. اذا حضرتك مش رزقنا. يا رب يكون الفيديو عجبكم. عبده اسامه الزيات، مبادره تعالى دمياط. بكرر شكري لحضراتكم. عندنا قسم خاص للشغل العموله. تعامل معانا يا جماعه 0100 14 110 15 فون او واتس 010 11 85 11 00 فودافون كاش مبادره تعالى دمياط، والرقمين معايا شخصيا. شكرا لوقت حضراتكم. يا رب الغرف يكون عجبوكم. سلام عليكم.